قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. لك ايه؟ وده بيفكرني بشاب كان لسه عايز يتجوز. انا قلتها لكم قبل كده بس في الدروس الثانيه يعني. شاب كان عايز يتجوز بقى، عايز يكون بقى بيته على السنه. قال لك بقى خلاص بيت اسعد بيت في العالم، ايه البيت ده لازم يكون على السنه. راح للشيخ من المشايخ الافاضل، قال له شيخنا ربنا يبارك في عمرك، قول لي بقى ازاي اسس بيتي ده بقى على الطاعه، وعايز بقى تقول لي الافكار كلها اللي بتتقال في ليله الدخله وما بعد ليله الدخله وما قبل ليله الدخله، وعايز وخير وسيله دفاع الهجوم وكده يعني داخل حرب. فقال له يا ابني اول ما تخش على زوجتك يا حبيبي اول حاجه تعملها حط ايدك على راسها كده وقول اللهم اني اسالك خيرها وخير ما جبلتها عليه واعوذ بك من شرها ومن شر ما جبلتها عليه، ودعاء الجماع كذا ودعاء ده كذا، كل دعاء يعني. قال له كل حاجه. قال له جزاك الله خير والله ما قصرت. المهم جه ليله الدخله ربنا رزقه بزوجه زي القمر، عروسه جميله. فاول ما كشف النقاب فقد الذاكره، ما بقاش شايف قدامه، فحط ايده على راسه وقال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. قالت له حضرتك متجوز دابه؟ صلى على الحبيب. صلى الله عليه وسلم.